كشف الناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي سهرة الجمعة عن قائمة لاعبيه الذين سيواجهون نظرائهم من جزر الرأس الأخضر ومصر. وتجرى المقابلتان التحضيريتان بقسنطينة والإمارات في 12 و16 من أكتوبر الحالي على التوالي. ووجه بالماضي الدعوة إلى 25 لاعبا، حيث برز في القائمة اسمان جديدان، وهما المغترب أمين جويري، ومحمد البشير بلومي ابن معسكر، ونجل أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي. وكان أمين جويري 23 سنة مهاجم نادي ران الفرنسي قد أعلن مؤخرا عن اختياره للجزائر بعد أن مثل ألوان منتخبات الديكا للفئات الصغرى. أما المهاجم محمد البشير بلومي فجاء تثمين موهبته بسبب تألقه مع نادي فرنسي في بطولة البرتغال. وسبق لمحمد البشير بلومي 21 سنة ارتداء زي المنتخب الوطني أواسط والمحلي، لكنه لم يحصل له شرف المشاركة في تربصات أو مقابلات محارب الصحراء. كما سجلت عودة القناص إسلام سليماني الغائب عن المواجهتين الأخيرتين أمام تنزانيا والسنغال بسبب انشغاله بالانتقال إلى نادي كوريتيبا البرازيلي، فضلا عن متوسط ميدان نادي روما الإيطالي حسام عوار الذي استلم دعوة الحضور في الشهر الماضي قبل أن يغيب بداعي إصابة في الفخذ اليسرى. وبالمقابل استغنى بالماضي عن صانع الألعاب حمد عبدلي والمهاجمين بغداد بونجاح وأيمن محيوس الذين جلبهم في تربص سبتمبر الماضي. عموما اعتمد جمال بالماضي إلى حد كبير على لاعب المحطة الدولية الأخيرة لشهر سبتمبر الماضي، وربما فضل التريث بخصوص الأسماء الأخرى الجديدة ياسر العروسي أو القديم يوسف بليلي إلى غاية انطلاق تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر المقبل.